مساء الخير على حضراتكم، اهلا وسهلا وحلقه استثنائيه من برنامج الكره مع محمد صابر. استثنائيه ليه يا محمد يا صابر؟ لان احنا عندنا تاريخ استثنائي في تاريخ شعب مصر كله، من اسكندريه لاسوان. النهارده بالتحديد 19/11 انا هتكلم على شخصيه استثنائيه اثرت في الشعب المصري كله من اسكندريه لاسوان. هتكلم على قائد، هتكلم على زعيم، هتكلم على انسان، هتكلم على زعيم العرب، هتكلم على فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل سنة وحضرتك طيب يا ريس. أنا جاي النهاردة وجاي لحضرتك ومعايا حب وتقدير واحترام من شعب مصر كله، من اسكندرية لأسوان، وبيقول لحضرتك كل سنة وانت طيب يا ريس. وانا من هنا من برنامج الكرة مع محمد صابر وكرو برنامج الكرة مع محمد صابر بنقول لحضرتك كل سنة وحضرتك طيب وبخير وصحة وسعادة يا ريس، وعقبال مليون سنة. وانا من هنا يا ريس اليوم ده احنا بنتمنى كبرنامج الكرة مع محمد صابر وكروب برنامج الكرة مع محمد صابر يكون لقاء مع حضرتك، يكون انترفيو مع حضرتك عشان نتكلم حديث من القلب عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الإنسان. أنا لو هتكلم على إنجازات حضرتك هيبقى عايز مليون حلقة عشان أخلص. إن كل يوم إحنا بنشوف إنجازات يا ريس، ويصير يا ريس إنجازات كل يوم يا ريس، سير يا ريس إنجازات كل يوم. انا النهارده معايا عايز انقل لحضرتك حب وتقدير واحترام شعب مصر كله من اسكندريه لاسوان وحبهم لحضرتك يا ريس، وعايز انقل لحضرتك حب واحترام وتقدير شباب مصر اللي بيحبك يا ريس، اللي هو في عهدك شاف مؤتمرات الشباب. مش بس مؤتمرات الشباب، صوت الشباب بيتسمع، مش بس بيتسمع ده بيتنفذ. مش بس كده يا ريس، الشباب النهارده اتمكن بقى موجود في مجلس الشعب ومجلس الشورى، كل نائب محافظ فيه شباب. الشباب النهارده بيقول لك بنحبك يا ريس، بنحبك يا ريس، بنحبك يا ريس. وكل شعب مصر من اسكندريه لاسوان بيقول لحضرتك بنحبك يا ريس، بنحبك يا ريس. انا النهارده كنت سعيد جدا في الحلقه التاريخيه اللي انا كنت بتكلم على اب ورئيس الانسان وفخامة رئيس عبد الفتاح السيسي، القائد والأب والأخ وزعيم العرب، فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي. النهاردة كانت حلقة في قمة الروعة. أنا كنت وأنا بتكلم مع حضراتكم على فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي أنا كنت سعيد جدا جدا جدا، وبقول لك يا ريس كل سنة وأنت طيب يا ريس، وبنحبك يا ريس، بنحبك يا ريس، زي السيستم اللي احنا اتعودنا عليه. اكيد النهارده حلقه خاصه واستثنائيه جدا من برنامج الكره مع محمد صابر. اكيد كلنا مش هننام لما نقول لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي كل سنه وانت طيب يا ريس، كل سنه وانت طيب يا ريس. هستنى حضراتكم على صفحات برنامج الكره مع محمد صابر والاعلامي الرياضي محمد صابر على الفيسبوك، وقناتي على اليوتيوب الاعلامي الرياضي محمد صابر. انا بدات حلقتي بمصر وانهيها باحلى اسم عندنا في الوجود: تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.